أهم التعريفات. يلا بينا نبدأ بالسؤال الأولاني. بيقول a space is large area، منطقة كبيرة of water with land around it. أكيد طبعا land around it water يبقى lake يعني بحيرة. is something that people الناس build to remember علشان تتذكر important person شخص مهم أو event أكيد طبعا monuments. means calm تعني هادئ and quiet وهادئ أكيد طبعا peaceful بتساويها في المعنى. خلي بالك من كلمة means اللي موجودة عندك دي بمعنى يقصد بها. اوكي كمل. نقط means cars عربيات واللوريز والموتور بايك والموتوسيكلات ذات use road أكيد طبعا هتكون traffic اللي هي المرور. اللي بعده more than usual means أكتر من حاجة. usual معتاد يبقى حاجة specially مميزة أو بالأخص. اللي بعده is a place المكان where you can read or borrow بتستعير في البوكس الكتب. اللي بوكس غششتني الإجابة هتبقى الإجابة library. is a place where we can borrow استعير or save money. طالما قال لي money يبقى أكيد بنك. اللي بعده is a boat that carries. boat يعني قارب carries يعني بيشيل ايه؟ بيشيل people or goods across river. اكيد طبعا الاجابه هتكون ferry بمعنى عباره او معديه. is an area between two mountains منطقه ما بين جبلين بتبقى اسمها وادي. الوادي اسمه valley. something nice شيء لطيف that makes you بيخليك feel relaxed تشعر انك relaxed مسترخي. means مين اللي بيساويها هنا؟ busy ولا noisy ولا sad؟ اكيد طبعا comfortable يعني مريح. A space is someone who is traveling بيسافر but not driving بس ما بيسوقش. يبقى أكيد مش هيكون driver، لا هيكون passenger يعني راكب. means need electricity to work بتحتاج كهرباء علشان تشتغل. الإجابة هتكون electric حاجة كهربائية. a kind of train kind يعني نوع وترين يعني قطر. نوع من القطارات that travels along meter track in the street في الشوارع. أكيد طبعا ترام بيكون موجود في اسكندرية بس. is one of the level in the building bus or tram. bus or tram الإجابة هتكون طبعا floor. century يعني قرن is period of 100 أكيد طبعا 100 سنة. الإجابة هتكون years. اللي بعده is someone who enjoys growing flowers and plants بيزرع النباتات والفلاورز أكيد طبعا الجاردنر البستاني الجناين يعني. means يقصد بها small things أشياء صغيرة that you wear أنت بتلبسها for decoration للتزين such as rings شبه الحلقان أو الخواتم jewelry مجوهرات. means object made of clay مصنوع من الصلصال battery اللي هي الأواني الإيه؟ الأواني الفخارية. means the most recent or the newest حاجة most recent حديثة وحاجة جديدة يبقى latest. اللي بعده means new machines equipment and ways to do things. machines يعني آلات و equipment يعني معدات يبقى أكيد طبعا هتكون technology. space means not ordinary حاجة مش عادية or unusual غير معتادة but different ولكنها different أكيد هتكون special يعني مميزة. the amount of money كمية الفلوس you have to pay اللي انت تضطر انك تدفعها for something بتكون price يعني سعر. a reduction يعني تخفيض is unusual price of something. unusual يعني سعر غير معتاد لحاجة بيعملها تخفيض. التخفيض اسمه discount. an agreement or arrangement موافقة على on something means وافقت على حاجة يبقى انت عملت اتفاق يعني deal. and space is someone شخص ما هو produce art بيقدم الارت يبقى ده فنان يعني artist. خلي بالك في حاجات بتغششني الإجابة بس أنا أركز عليها. عندي هنا art هي اللي غششتني الإجابة. a space is secret group سري of letter
or numbers أرقام، أكيد الإجابة هتكون password. means being part of traditions of country or group of people، يبقى حاجة دي traditional، حاجة تقليدية. means made of or from wood، حاجة مصنوعة من الخشب. wood غششتني الإجابة، يبقى الإجابة هتكون wooden، حاجة خشبية، دي adjective. a type of heavy sticky earth that can be used for making pots is called clay، يعني صلصال أو طين. means how good، حاجة جيدة أو bad أو سيئة. something يبقى أنت بتتكلم عن الكواليتي، الجودة، يبقى الإجابة هتكون quality. animals skin، يعني إيه animal؟ حيوانات. skin يعني جلد، وجلد الحيوانات that is used for making، مستخدم لmaking shoes and bags means leather، الجلد. أنت حاول على قد ما تقدر الكلمات دي تسجلها وتحفظها. not means a statement in which someone complains يعني يشتكي، يبقى أكيد بيها طبعا complains بيعمل شكوى، يبقى complaint، الإجابة هتكون complaint يعني شكوى. إيه اللي غششني الإجابة؟ هي كلمة complaints اللي موجودة هنا. and request يعني طلب. customer يعني زبون، يبقى بيعمل حاجة اسمها order. a piece of equipment with moving parts that uses power، بتستخدم الباور، أكيد طبعا الإجابة هتكون machine يعني آلة. the activity of going to shops and buying things means، أكيد طبعا بتعمل shopping. اللي غشتني الإجابة عندي كلمة shops اللي في الأول دي. means very bad، حاجة سيئة جدا، يبقى أكيد هتكون فظيعة يعني terrible. الباقي ما ينفعش كمعنى. يلا اللي بعده make a means having a good effect، يكون لك تأثير جيد، يبقى أنت بتعمل حاجة اسمها difference، اختلاف. is what you feel، حاجة أنت بتشعر بها when you don't expect something، لما ما تتوقعش حاجة، يبقى أنت بتعمل حاجة اسمها دهشة أو surprised، يبقى الإجابة هتكون surprised. to make people، تخلي الناس do something، يعملوا حاجة by giving them support، تديهم دعم وadvice ونصيحة، يبقى أنت encourage them، بتشجعهم، يبقى الإجابة encourage يعني يشجع. a small area of town and the people who live there، اللي بيعيشوا فيها، يبقى اسمها الجيرة أو جوار، يبقى اسمها neighborhood. means to say hello، بتقول مرحبا، يبقى أنت بتحيي الشخص ده. مين اللي هنا بمعنى يحيي؟ هي greet، إنما greet الأولانية بمعنى عظيم. is someone who pays، بيدفع to live with person in his house، أكيد طبعا بيكون اسمه lodger، الشخص ده ساكن. means give money to، تدي فلوس لشخص، يبقى الإجابة هتكون paid، بتدفع له. is someone who pays to live in a house، أكيد بيقول لك بيدفع علشان يعيش في الهاوس، في المنزل، يبقى ده tenant يعني مستأجر. the state of feeling happy or pleased، الحالة اللي انت بتكون فيها سعيد ومبسوط، يبقى دي حالة happiness، سعادة. means to make short or sum up، تعمل حاجة صغيرة أو اختصار، يبقى أنت بتعمل summarize، تلخيص. and is something that happens in your life، حاجة بتحصل في حياتك، يبقى دي أكيد طبعا خبرة، يبقى experience. means relating to music، حاجة music غشتني الإجابة، يبقى أكيد طبعا musical. and is place where orphans يعني الناس اليتامى live، يبقى بيعيشوا في الملجأ orphan. means a contest يعني مسابقة. مين اللي بتسويها في المعنى هنا؟ هي أول واحدة competition يعني مسابقة. means things that happen when you are sleeping، لما أنت بتكون نايم، أكيد طبعا بتحلم حلم أو بتحلم يعني dream. اللي بعدها means piece of wood tied together، مربوطة ببعض كويس، to float on water، علشان تعوم على المية، أكيد طبعا أنت عارفها اسمها raft. اللي بعدها to walk or drive behind someone، to means to follow، تعمل له follow، تتتبعه. is a long، طويلة، narrow، ضيقة، boat for one or two canoe، قارب بشراع. means not sleeping، مش نايم، يبقى مستيقظ awake.
To feel strongly about someone or something means إن أنت بتcare about، بتهتم. feel يعني يشعر، strongly بقوة، تهتم بالشخص ده. means difficulty in reading and spelling. dyslexia يعني عسر القراءة. to find out information تكتشف معلومات. about something means إن أنت بتعمل discover، تكتشف. is the thing that tells بيخبرك how you have done in an exam. اللي عملته في الامتحان بيبقى result يعني نتيجة. اللي بعدها an is a prize for an event or competition، يبقى award يعني جائزة، competition يعني مسابقة، وبرايز يعني جايزة، يبقى بتاخدها، بس دي جايزة رسمية شوية غير برايز. is someone who works with math. أكيد طبعا الشخص الماثماتيشن اللي هو شخص مدرس الرياضة. اللي بعدها someone who works with science is called، بيتعامل مع science، غششتني الإجابة يبقى scientist. and is someone who is good at art، كويس جدا في الارت، جاوبناها قبل كده artist. نكمل. عندي بعد كده is to show someone، بتظهر لشخص ما that you understand، انك فاهمه. how they feel هتكون empathy يعني عاطفة، إظهار العاطفة. someone who plays بيلعب or writers music غشتني الإجابة كده طبعا هتكون musician. and is software you can use on your computer or phone، حاجة بتستخدمها في الكمبيوتر فون، ممكن تكون اب او ابلكيشن. اب اختصار يبقى هتكون A و B. is an event in which people try to be the best، الناس بيحاولوا يكونوا في البيست، اكيد طبعا هتكون competition. to make or invent تخترع something means create، يبتكر شيء جديد. طب اللي غششني كلمة invent، يخترع اللي موجود عندي. اللي بعده means good at thinking of new ideas، بتفكر بتفكير وعندك أفكار جديدة، يبقى أنت شخص creative. احنا بنطلقها على الولاد الشطار، نقول ده شخص creative يعني مبدع. is another word for champion، كلمة تانية بتساوي champion دي يعني بطل، يبقى winner. is a player in tournament يعني في الدوري، يبقى منافس يعني competitor، جاية من competition اللي فوق، بنضيف ال OR اللي تدل على انه شخص. اللي بعده another، لا لسه في اللي قبلها. another word for fantastic لرائع is incredible يعني شيء رائع أو لا يصدق. اللي بعدها people who watch sports، بيشاهدوا السبورتس at stadium، اسمهم متفرجين spectators يعني مشاهدين. اللي بعدها these are the people who work somewhere، اللي بيشتغلوا في مكان ما، يبقى اسمهم workers العمال. and is something important that you have done، حاجة اللي انت عملتها وبتكون مهمة، يبقى عملت إنجاز يعني achievement. means the time بتعني الوقت you spend with other people، اللي انت بتقضيه مع الناس، يبقى social life الحياة الاجتماعية. the way that someone or something looks means شكله عامل ازاي، يبقى اسمها مظهر. المظهر يعني appearance. is a thousand million، دي طبعا المليون billion، الإجابة هتكون billion. to help and encourage someone، بتشجع someone means تديله دعم يعني ايه support. health means صحة، the health of your mind صحة عقلك، يبقى الصحة العقلية اسمها mental health. means to take air، بتاخد الاير in and out of the body، يبقى بتتنفس، بتاخد الهواء يبقى breathe. to become comfortable تبقى مستريح and less worried ومش قلقان كتير means انك relax يعني مسترخي. being able to think بتكون قادر على انك تفكر calmly بهدوء about your feeling حوالين مشاعرك، يبقى means انك شخص عقلاني mindful. what you feel ماذا تشعر به means أكيد طبعا your
feelings مشاعرك.